ايضا من يسمعوا كلامه، يعني يخلي اللاعبين يسمعوا كلامه، يخلي اللاعبين في اقل من الحماس اللي هم فيه. ويليامز افضل المحاور في المملكه العربيه السعوديه ويقدم مستويات ممتازه. سعد الحادي يحاول بكره في المرمى ولكن يخلصها حسن العتيبي. سعد الحادي يستلم كره على الصدر ويواجه بها مرمى الهلال، يسدد بيسراه كره من فوق ماجد المرشدي، وسعد يستلم ويسدد ايضا بعيدا عن اسامه هوساوي، لكن حسن الشاطر المهم في صفوف فريق نادي الهلال. كان لاعب طبعا في المنتخب السعودي في فترات عديده، نهائيات كاس العالم 2002 2006. عمر الغامدي لاعب مهم. ملعوب الكره من ويليامسون، كره الى عبد الله الزوني، استطاع الارتداد بالهجمه، وقع هنا فيها اسامه هوساوي لكنه استطاع ايضا ابعادها الى خارج ارض الملعب. رميه جانبيه، كره مقطوعه من سعد الحادي عن طريق لي يونغ بيو صاحب المستوى الثابت تماما في صفوف الهلال. الشباب فاز في المرتين على الاتحاد، والان تغير الحال، اصبح الاتحاد والشباب يلتقيان في النصف النهائي، وهناك فريق اخر من هذا الملعب سيتاهل للمباراه النهائيه. كره عرضيه كانت من ياسر القحطاني، او ممتازه التمريره اماميه الى سعد الحارثي، كره انفراديه من سعد الحارثي من الناحيه اليمنى، لكن اللاعب يلعب بالقدم اليسرى، بيحاول على طرف منطقه الجزاء. الان يدخل سعد الحارثي في المحاوله، والكره الى خارج ارض الملعب ايضا الى ركله مرمى. ماجد المرشدي شارك حقيقه في يد ياسر، وكره اماميه لسلاوي، مبعدة من دفاع الهلال. فرصة ثمينة كانت للتسجيل. شوفوا التمريرة الممتازة اللي كانت من باسكال فندلو، بعد منها محمد السهلاوي وماجد المرشدي. كان خرج سعد الحارثي ودخل ريان بلال، وهنا خروج لعبد الله القرني ودخول لحسام غالي. لعبة التغييرات والكرات الأخيرة. هنا محاولة سلمان الفرج، عرضية أرضية، نيفيز يحاول لك الكرة تتخلص من إبراهيم غالب. شوفوا إبراهيم غالب هو من يعود سية لعدد الأهداف والنقاط وإلى آخره. هنا يصل أيضا بانتصار كبير، الانتصار الأول ب5 أهداف مقابل 3 على النصر المنافس الدائم في مدينة الرياض. والفريقين اللذان دائما ما يمتعان بلقاءاتهم. كرة من نيفيز عرضية، ويليامسون كرة تصطدم في القائم وتعود الهلال إلى خارج أرض الملعب. لا الشوط الثاني مش بس شوط قرارات التحكيم اللي تحتاج لحكي وتحتاج لبرامج